نسينا بالتصديق سنوات واحنا نحكوا على التصديق. الديوان ما بلغنا من شهود وبلغنا من سائق سيارة أجرة أنا عاش الحادثة معهم أن ثم تلاسل تم بسبب أولا التلفزة ثم رشوة رفض الرشوة وأنا يعطيهم المقابل لما ما أعطاهمش المقابل دخلوا مدخل ثاني وهو مدخل أعطينا أوراق السيارة أعطاها عند نسخة البطاقة الرمادية بروفيزوار عند توصيل لأن البطاقة كان في المعاينة في جربة فقالوا له السيارة هذه مضروبة والسيارة هذه محل شبهة وباش نفكوها لك وقع التلاسل قال ما نعطيكمش المفتاح وقع التدافع ولما وقع التدافع ورفض ان يسلم لهم على حسب رواية بعض الشهود مسكوا به زعوات على من اليمين ومن اليسار وقام واحد ضرب على وجهه هنا على لغة الشارع يقول لك زنقة وطاح على الارض ولما طاح السائق اللي كان متعدي من ثم تاع التطاوين قال لهم خلي اعطيه قالوا لا يعمل السينما يمثل يفلم عليه خليه يموت ولما تبينت لهم الحقيقة أنه مات فعلا خطفوه وهزوه في السيارة بتاعه في سيارته هو يقول له أنت عون أمن أو العون ديوان بأي حق يطلب على الأقل يطلب حماية أو أمبيلونس يطلب حماية أو أمبيلونس باش يهزوه هزوه في سيارته هو قلت له هزوه فيها هي ودخلوه في المستشفى بتاع الصخيرة وعملوا هربوا وتركوا السيارة وبعثوا لها من بعد رفع هزوها وحجزوا السيارة عندهم وعملوا رواية. شوف الرواية اللي عملوها الرواية انه هو لما اختلف مع الديوان بده يضرب في روحه. طبعا انا اخويا من العقل انا ما يعملش العمله هذه يضرب معروف خويا محلاك بتاع كياس تعرف معناها ما قلت نسمع خويا تعرف معاه زملاء يشهد زملاء من احسن واطيب عباد الله خويا ملك الكياس يجري ليل ونهار 7 صغار عنده كامل الجمهوريه معيشهم العائله باهر ويرفض مبدا بالنسبه للسيد جميع المحطات من احسن عباد الله ويرفض يعطي رشوه لما يقول الشكل هذا المتعصب اللي مش ماشي معاهم ويشهدوا لك زملاء في اللواجات اللي هم يعانوا القسوات هذه يوميا. يا اخي اصحاب سيارات الاجره راهم يعانوا في خلي من الاداءات ومن الضرائب ومن التامين هذه مساله اخرى. هم يعانوا في عندهم شريك في كياس اسمه عون الديواني ويا ريت شريك يدافع على الاقتصاد انما هو شريك المكتوب. العون الديواني يوقفك والله اخر اهتماماته ان يهتم باقتصاد البلاد اخر اهتماماته ان يهتم باقتصاد البلاد وللاسف ونتحدى الجميع ان يبلغونا ان عون الديواني مسكوا سلاح ولا مسكوا مخدرات اللي شكون يمسك فيه مسكوا فيه من الحرس ولا شو بالنسبه لهم هم السلاح اللي دخل لتونس ويقتل اولادنا منين من شاحنات ونعرفوهم. انا اصيل منطقه واصيل منطقه حدوديه ونعرف الدواخل ونعرف كل شيء نعرف ايش معناها تهريب يوميا كباير. وشوف انا بنظره بسيطه في مدينتي بن قردان السيارات المسكره من النوع هذايا ازدادت بعدد مهول جدا وتتعدى يوميا قدام الديوانه. شكون يضمن ما فيهاش سلاح هذه يا اخي منظومه الديوانه ونعاود نقولها جديره بمراجعه حقيقيه ان كان ثم وطنيه البلاد يلزم اول ناس يبدو بهم هم الديوانه والخراب الاقتصادي من الديوانه وغير ثم انضباط في كياس وتعاون امن عندك مدون السلوك اخلاق كيفاش تتعامل في الشارع بالضارب والمضروب مع العباد معناها لما لا تأهيل اخلاقي لازم تعرف تتعامل مع الشارع. شنو نضرب في مواطن يا اخي ما انا نقول كلمه ان الناس هذوما وانا عندي ثقه في القضاء الى حد ما الناس هذوما سيقاضوا وبحول الله معناها سيبذل الغالي والنفيس من اجل حقوق اخي وحقوق الناس هذه اللي معيش عائلات كل يوم يبتزوا فيهم. انا الناس هذوما سووا قضيهم وعندي امل وعندي رجاء ان القضاء سينصفني لان الاب هذه عنده 7 صغار والديوانه هذوما اللي اعتدوا على اخويا والله سيبقى الخوف في داخلهم الى ابد الابدين لانهم رملوا زوجه ويتموا الصغار وسيحاسبون بهذا اليوم عاجلا واجلا ان شاء الله. بارك الله فيكم والحي الصحافه اللي وقفت معنا زاد واعطوا الحدث زخم.